كنت اول مره اجربها بالطعم ده وبالحلاوه دي، بصراحه ما كنتش مصدقه نفسي تطلع معايا بالجمال ده. طعم حكايه، الريحه حاجه تانية، ما شاء الله جمالها في حته تانية خالص. بجد هتعجبك جدا لو عملتيها لاولادي، وكمان الاولاد هتفرح بها قوي وهتتبسط بها قوي. حاجه مختلفه وحاجه جديده لسه هتعمليها. مكوناتها بسيطه جدا. اول حاجه هنجهزها، هنجيب الخلاط وهتجيبي الفراوله اللي انت هتعمليها، وهتجيبي كوبايه من السكر وكوبايه ونص من اللبن. هنضربهم كويس في الخلاط، اهم حاجه ينعموا. وبعد كده هنصفيهم في بوله. اهم حاجه لازم يتصفى كويس علشان طبعا الحبوب بتاعه الفراوله. وبعد كده هنرفعهم على النار، وهنضيف كده كوبايتين من الحليب، وهنضيف 5 معالق من النشا، المقادير ديت بالظبط. وبعد كده هنقلبهم كده تقليبه. عاوزين النشا يختفي معانا تماما. طبعا انا ضفت لون خفيف، لو حابه تضيفي لون انا ضفت لون خفيف خالص يعني يديني اللون بتاع الفراوله. تمام كده. وبعد كده هنضيفهم في اطبقه. اهم حاجه ما تمليش الطبقه يعني على الحرف، علشان طبعا لسه هنعمل كمان خطوه. هنرفع الطاسه على النار، وهتجيبي الفراوله تقطعيها مكعبات كده صغيره، وهتجيبي كوبايه من السكر او نص كوبايه من السكر بحسب الكميه اللي انت هتعمليها. بس انا ضفت نص كوبايه من السكر، وضفت رشه ماء الفانيليا. طبعا هنسيبهم كده على النار، هنديلهم تقليبه علشان طبعا السكر يدوب معانا. وهنضيفي نص معلقه من الزبده. طبعا خلاص كده هي عادت تمام معانا والسكر اختفى معانا. طبعا زي ما قلت لكم لو حابه تضيفي لون تضيفي لون عادي من غير اي انتظار. هنضيفهم على المهلبيه اللي احنا جهزناها. شايفين بقى قوام روعه جميل جدا. واولادك لو بيغلبوك في المهلبيه وهم بياكلوها هياكلوا المهلبيه ديت. ما شاء الله جميله جدا، بتفتح نفسي كده الطفل كده وهو بياكلها ما شاء الله. هاديه بسيطه. مكوناتها يعني موجوده عندك في البيت. هندخلها التلاجة لمدة ساعة، وبعد كده طبعا تطلعها من التلاجة بألف هنا وشفا على قلبك. ما شاء الله جميلة جدا الروعة. والاطفال هتفرح قوي بالحياة اللي انت دايما بتعملها الجديدة. طبعا اتمنى يكون وصفة النهارده عجبتك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوة حلوة. مع الف سلامة.